هي القضية اللي حصلت ايه؟ ان احنا اضطرينا نعمل كل حاجة. احنا بنشتغل في كل حاجة، ما كانش عندنا طرف ان انا اقول اسيب حاجة واخلي حاجة لوقت تاني، لان كل حاجة ليها ظروفها. فاحنا كان مطلوب مننا نعمل ده كله في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة. الخلاصة اللي انا عايز اقولها ان ما كانش عندنا طرف او سوء تقدير في الموضوع، لا طرف يعني احنا ما كانش مهم وعملناها، ولا سوء تقدير في الموضوع. لا، في كل موضوع بنتكلم فيه هتجد مبررات علمية، مش مبررات سياسية، لا مبررات علمية واقتصادية، ولو ما اتعملتش يبقى احنا قصرنا في حق البلد دي وفي حق مستقبلها. ده لازم تكونوا عارفين كده. واللي بيكلمك في جزئية صغيرة ما يخليكش ابدا تفكر لا بمنطق ولا بموضوعية ولا بعلم. هو هدفه كده. طب هل احنا عملنا حاجة كشعب أذينا أو اعتدينا؟ احنا صبرنا صبر كبير جدا جدا عشان ما نخشش في صراع مع حد، ربنا اللي يعلم. نصمت ونقف زي ما وقفنا لهم، نقف لظروفنا، وظروفنا مش بتاعتنا احنا اللي عملناها، ويمكن تستمر معانا شوية كمان. طب هنعمل ايه؟ احنا كدولة بنحاول بكل ما أوتينا من قدرات، والقدرات دي مش بتاعتي ومش بتاعت الحكومة، دي قدرات الدولة، ملك الدولة، ان احنا نحاول ما امكن ان الامور دي ما تبقاش ضاغطة على الناس. كان ممكن ان احنا ما نقومش بتغيير حياة الناس في مصر ونأجل الموضوع ده، او يتعمل على مراحل تاخد لها سنين طويلة. كل يوم بيعدي من غير ما تعمل فيه التغيير والاصلاح ده في حياة الناس، في ناس بتتعذب وبتتألم وبتعاني. بس بقول مش ده اخر الدنيا في مصر، مش اخر الدنيا في مصر.